السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة راجل محترم، راجل عنده 33 سنة ومراته عندها 30 سنة. الراجل بيشتغل موظف، بيخرج مش بيته الصبح على الساعة 8:30 كده، يرجع على الساعة 4 على الساعة 5. راجل بيشقى طول النهار ويتعب ويرجع يقعد مع مراته شوية، وإذا كان هينام شوية ولا ينزل يقعد مع أصحابه ويرجع يقعد مع مراته وعياله. والحياة ماشية زي الفل، ومخلف صبيان وبنات، والدنيا زي الفل حلو جميل. عنده عيلين. المهم راح في شغله في يوم من الأيام، وبعدين لقى نفسه إن هو نسي ملف كده في البيت، فخد بعضه ورجع البيت علشان خاطر يجيب الملف. ومتعود إن هو لما يروح بيته دايما يخبط على الباب، بيخبط على الباب علشان خاطر مراته تفتح له، او العيال يفتحوا يقولوا هي بابا جه. ولكن هنا الراجل لما رجع النبادي، هو المفتاح طلعه من جيبه وحط المفتاح في الباب عشان خاطر يوريه ان هو يعني ايه. فجأة بابا جه بدري قوي. قال لك ان انا ادخل البيت يعني اجيب الحاجه اللي انا عايزها وكوبايه شاي كده واخد بعضي وانزل. ولكن دخل، ايه ده؟ فين مراتي؟ الوليه فين؟ العيال في المدرسه، مفيش حد في الصاله ولا في المطبخ. ايه ده؟ في صوت خارج من اوضه النوم. مراته قافله باب اوضه النوم. ومقفول ليه؟ ده بيتقفلش لو انا موجود في البيت بس. اول ما قرب لاوضه النوم سمع صوت مراته. ايه ده؟ ده في قذاره وفي صوت وفي راجل معاها. يا نهار ايه ده؟ طبعا هو هنا بقى مش مصدق نفسه اللي هو بيسمعه. ما جريش على المطبخ بقى وجاب آلة حادة ودخل عليهم وموتهم. لا، ده هو هنا عمل ايه الراجل؟ يعني راح فاتح الباب، بص لقى مراته والعياذ بالله هي وعشيقها الاتنين خالص، يعني بدون ملابس خالص. الواد شافه من هنا، الواد اللي هو عشيقها راح واخد بعضه وفتح البلكونة، وهوب راح من الدور الرابع، وهوب راح نازل على دماغه ووقع طب ساكت مات. يلا في داهية. طب وهي هي اوام بدأت تلبس اوام وبتاع، وهو يضرب فيها. قفل الباب عليها. طبعا ده في ثواني كانت الدنيا اتلمت. ما الواد واقع في الشارع والناس اتلمت، وواقع من الدور الرابع الناس طلعوا له في ايه. هوب ده مراتي جوه لقيتها مع عشيقها. هوب اتصلوا بالاجهزه الامنيه، جه البوليس. وهنا تم القبض على الزوجه. وبعد ما هو قفل عليها الباب تعالي هوب اعترفت بالواقعه بتاعتها وكل اللي حصل. ايوه حصل، ده خلاني انا وهو. ولكن هو هنا المفاجاه بقى في القضيه ديت ان الاهل هنا اهلها بدأوا ان هم يضغطوا عليه ان هو يتنازل عن القضية. هتستفاد ايه لما مراتك تتحبس يا حبيبي؟ ده ام عيالك. هو اتنازل عن القضية حقيقي صح، بضغط من الاهالي في الحي في المنطقة مع اهل الزوجة. ان انت لو حبستها هتستفاد ايه وهيبقى عار على عيالك. الراجل اقتنع واتنازل عن قضية الزنا وسابها لربنا بقى هو اللي ياخد له حقه بعد كده. ما ربنا سبحانه وتعالى اداكي نصيبك من الستر، ولكن انت ما خفتيش من ربنا. السنتين اللي هتسجنيهم يتحكم عليها سنتين، هتحكم عليها بسنتين او 3. السنتين اللي هتسجنيهم يعني هم اللي هينفعوني؟ لا، هو قال لك يلا اتنازل عن قضية الزنا. بدل ما هو ما قتلهاش، هو كان ممكن يقتلهم هما الاتنين وياخد حكم مخفف، لكن الراجل ما قتلهمش. اللي حصل ان واحد نط، والناس قالوا ده هي ممكن كمان تتهمك بانك انت اللي ايه رميته، فانت كده هيبقى ضيعت نفسك في جريمة قتل. يبقى احسن حاجة ان انت تتنازل يا ابني احسن، وتسيبها لله بقى هو اللي ياخد لك حقك منها. وما يبقاش عار على عيالك بعد كده يقولوا ان امهم كانت قبل كده عليها قضية زنا، وتنازل عن القضية. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت والبني ادم اللي مات وراح. القضية قدام حضراتكم اهي. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت واللي معاكي، اللي كان بيعمل معاكي كده. قبل على نفسه ان هو يدخل على سرير جوزك ويمارس معاك العلاقة والعياذ بالله. ربنا اداكي نصيبك من الستر، لغاية ما نصيبك من الستر انت وهو خلص فكان نصيبه هو القتل، وكان هيبقى نصيبك انت السجن. لكن جوزك
طلع راجل محترم واقتنع بكلام أهلك وكلام أهل المنطقة وتنازل عن القضية. لكن كفاية كمان إن أنت خسرت عيالك، لأن هو ضم حضانة العيال ليه هو. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.